بسم الله الرحمن الرحيم. بسبب العمود ده لمحمد عبد الماجد وقفوا الصحيفة بتاعت الجوهرة، قالوا السبب الرئيسي عمود أمس، مقطع من عمود البروف محمد عبد الماجد أمس اللي تمت بسبب مصادرة الصحيفة الجوهرة اليوم. ده كله عشان يتكلم في المويه القاطعة والانتخابات والغاز. هي البلد دي كورتها شنو غير الهلال؟ الجزء الأول ده هو انعكاس انسحاب الهلال على الكورة السودانية. في الجزء الثاني حكلمكم عن الانعكاسات الثانية، الانعكاسات الخطيرة اللي بتحدث في البلد لو انسحب الهلال. طيب جيبوا لكم ورقة وقلم عشان نوريكم اللي بيحصل شنو لو انسحب الهلال. أول حاجة المويه قاطعة مالها لها 5 أيام من الجريف غرب ومن المعمورة ومن مناطق أخرى في ولاية الخرطوم قاطعة. انتوا عاوزين تطعموها، قاطعينها مالكم. الهلال ينسحب وكمان نموت لكم بالعطش. شوفوا نحن موضوع العطش ده بدون هلال ولا بنجامل فيه ولا بنلعب. حسي حملاتكم الانتخابية دي لو وزعتوا فيها معاكم مويه للناس ما كان أحسن من الكلام اللي بتقولوا فيه ده؟ معقولة مناطق في قلب العاصمة القومية قاطعة والنيل جاري في الولاية من كل اتجاه والناس عطشانة؟ بيقول لك حنوصل المويه بورسودان. المويه تصل بورسودان كيف وناس حي المقرن عطشانين؟ والله إلا تصل مويه صحة ولا مويه معدنية. بعدين لو الهلال انسحب ما بتكون قدامنا شغلة، حنرجع تاني نشوف موضوع كبري المنشية، تاني بنفتح ملف الوالي ومكاتب الوالي وملف والي الخرطوم، ما والي المريخ. نحن ذاته جمال الوالي ده ما بنعده من الولاة. اللي انتخبوا منه 7 أعضاء الذين حضروا في جمعية المريخ العمومية، جمعيتهم فيها 7 أعضاء وبتفاصحوا. انتوا عاوزين تفحصوا ملاريا؟ جمعيتهم فيها 7 أعضاء وبيتكلموا عن تغرير بكر المدينة. جابتكم سماية، جمعيتهم فيها 7 أعضاء وبيتكلموا عن الوطنية، حليل الوطنية. كده كملوا جمعيتكم أول. والهلال لو انسحب الناس حتقعد تتفكر في موضوع أزمة الغاز. معقولة بس حكومة كاملة فيها 1,000,000 وزير ومليون مساعد رئيس جمهورية ومليون نائب ومليون مستشار ومليون والي ومليون نائب والي ومليون سيارة حكومية وما قادرين تحلوا أزمة الغاز؟ نحن الموضوع ده بدون هلال ما بنخليه ولا حاجة، ولا في زول بيصبر الحاجات دي. الحكاية ماشية بالهلال. الهلال ينتصر الناس تقعد تفرح وتضحك وتمشي تجيب الكهرباء الغالية دي بفاتورة مويتها. يا عليكم والله وين الموية دي عشان ندفع رسوم مع الكهرباء؟ يشيلوا منك رسوم الموية بدون موية، رسوم النفايات بدون عربية نفايات. الهلال لو انسحب الدولار ذاته بيطير أكتر من كده. يمشي وين؟ يمشي السما؟ ما في حاجة بتقعد لو انسحب الهلال وجمد نشاطه الرياضي. صابرين على المويه المافي، وصابرين على كبري المنشية المكفول، وصابرين على المدرسة الوهمية، وصابرين على كبك كمان الجديد ده، وصابرين على أزمة الغاز، وصابرين لما بقت أغنية عند مصطفى سيد أحمد وسوق في الثورة. كمان عاوزين يجمدوا نشاط الهلال. اللي بيغني لي وردي منه بشوف في شخصك أحلامي، اللي بيغني لي عثمان حسين منه كنت فاكر ألقى قربك الحنان تغمرني بيهو، واللي بيشيل منه استنكار الطيب عبد الله وكت يقول كيف هان عليك يا حبيبي، ومن اللي بيمرق مع عبد الكريم الكابلي في حبك للناس خلاني أحبك تاني، وإبراهيم عوض. هل بيعمل الحاجات دي منو لو الهلال انسحب؟ كفاية إنه السكر طلع من التموين وظهر لنا في الدم يا أخي. كمان عاوزين تشيلوه من الهلال عشان طعمها بدون الهلال. شفتوا تاني البصل ده فيه حاجة؟ أبدا. البصل ده لو زاد قرش نحن تاني ما بنفوت الموضوع ده يا زول. بدون الهلال الناس حتكون فاضية وما عندها شغل وما عندها موضوع. يجوك ناس النفايات يقول لك ادفع رسوم النفايات، بتقول لهم ما بدفع. احنا ندفع رسوم النفايات على شنو؟ عربية النفايات بتجينا زي صينية الخبيث من العيد للعيد، وقروش الكهرباء ما بندفع، وقروش المدرسة، قروش المواصلات ذاتها ما بندفع بدون الهلال. انتوا قايلين البلد دي ماشية بسياسة؟ البلد دي ماشية بالهلال. احسن الامور تبقى ليكم واضحة. الرغيف ده ليه بقى صغار كده؟ بالله الرغيفة بقت زي التل مربوطة. الله يسألني زمان 10 طلاب فتوات الفصل بيقرضوا اليوم كله في رغيفة واحدة. حسي لو فتحت باب قريض العيش إلا تكون ساكن لك جوار فرن، وبتاع الفرن يسلفك لآخر الشهر. الحاجات دي بدون الهلال ما بتبقى. أغاني بتاع النيل الأزرق ده ما سمح. أغاني لو انسحب الهلال عندنا في وراي. وأي واحد لما نمشي للجزار بيقول للجزار كيلو اللحمة بكم؟ لو قال لي ب 80 جنيه يقول له ليه أنت لحمتك دي ضابحة في أستراليا؟ بالله شوف ده وكيلو اللحمة ب 80 جنيه. الهلال كان شاغلني من المواضيع دي كلها يا جماعة،
وكيلو الطماطم كل يوم بسعر تقول دولار، ربع البصل حيبقى ب 290 جنيه، ورطل السكر ب 150 جنيه. معلش انا الى الان شغال بالرطل لانه الكيلو بتاع الجماعه ديل ما عاجبني. جوز الحمام ذاته بقى زي الدبرك، فرده واحده كمان. قال حنعاقب الهلال وننزله درجه ثانيه. تنزلوا النيل الجاري قدامكم ده، ما بتنزلوا الهلال. انتم ما عارفين الهلال ده هلال الوطنيه، هلال الخريجين وصاحب المقام الرفيع كما يقول الراحل عبد المولى الصديق. انتم ما جايبين خبر. باصات الوالد دي ذاتها بتعمل شنو؟ من 7 بيملوها باصات، هي ولا شاي بلبن. وعاوزين نعرف منافسات دوري الرديف لغوها ماله. تقرير صديق الطريف يخلوه. كمان يا جماعة الوالي بقيت في منافسات الرديف تتدخلوا. الشرطة طلعوها لكم، الحكام حددوهم بالاسم. كمان منافسات الرديف عندكم فيها رأي. السيد كل واحد مشى فينا في طريق مختلف، ما عارفين الاختلافات ذات وشبه. وقرد على كده، اقرأ يا سوداني كلام واضح.